السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله سهله كده وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت خالص في المطبخ. معايا كده وركين فرخه حطيتهم كده على النار. بعد ما سخنت الحله شويه وحطيت فيها كده معلقه من الزيت. اديتهم صدمه رشيت عليهم كده حبه ملح وفلفل اسمر. واول ما يتحمروا من على الجنب اللي محطوطين عليهم دول هقلبهم زي ما انتم شايفين كده. قلبتهم بعد ما اتحمروا بقى لونهم ذهبي وجميل. واخدوا من التوابل اللي حطيتها، هو حطيت ملح وفلفل بس. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اكله سهله النهارده وجميله جدا وطريقه حلوه قوي للفراخ. وهتغير لك طعم الفراخ خالص. وطريقه غير تقليديه. ونغير شويه عن اللي بنعمله كل يوم. بصوا بقى، بعد ما اتحمرت من الجنبين قطعت كده حوالي بصلتين كده وسط. قطعتهم مكعبات، قطعهم يعني باي طريقه انت حباها. انا قطعتهم عندي مكعبات. ومعايا كده فلفلايه خضراء. في الاول هشوح البصل ده لحد ما يدبل. وبعد كده هنشوف الخطوه التانية ايه. بصوا ببدأ كده اقلب البصل مع الفراخ. انا عايزه اوريكم. بصوا الفراخ اتحمرت من على الجنب التاني اهو، بقت جميله جدا. هسيب بقى البصل يدبل كده وياخد من التوابل بتاعت الفراخ وريحتها وطعمها. وحطيت كده فلفلايه خضراء برضو اي تقطيعه. وهبدأ بقى اقلب كده البصل مع الفلفل والفراخ. انتي بقى اعملي في حله اكبر من دي، لان الحله عندي كانت يدوب على قد القطعتين اللي انا عملتهم. هسيبهم بقى شويه كده على نار هاديه. هتبلهم بقى كده بتوابل. عندي كمون وكاري وبهارات فراخ. وانا حاطه اوريدي الملح والفلفل الاسود. وكمان لو حابه تزودي ملح كمان اوكي، مفيش مشكله. وعندي كده بهارات مشكله برضو بحب احط منها عندي في الاكل، بتدي طعم وريحه حلوه جدا. اهم حاجه ما تكتريش البهارات علشان ما تغيرش طعم الفراخ. تبقى حاسه بطعم كل حاجه. هو يدوب كده تطعيمه. نزود ملح او بالشكل ده. وابدا بقى اقلب كده كله مع بعضه علشان التتبيله دي يعني البصل يشرب من التتبيله وكده، وهو والفراخ او بالشكل ده. هو متحمر كده وشكله لذيذ. وعايزه اقول لكم ريحه التوابل حلوه جدا مع البصل والفلفل. اهو كده تمام قوي. هسيبهم بقى كده على النار هاديه. انا بحب اسوي اكلي على نار هاديه لانه بيبقى النار الهاديه في تسويه الاكل بتبقى احلى بكتير من النار العاليه. لانها بتسويه كده على الهادي وبتدي كل حاجه وقتها في التسويه. وبتدي كده يعني لا مش بتلسع الاكل. النار العاليه ممكن تلسع الاكل مره واحده ولو نسيتيه او حاجه. دلوقتي بقى قطعت كده طماطم بعد ما قشرتها. بقطعها كده مكعبات بالشكل ده. وبرده هقلبها كده مع التوابل والخلطه اللي انا عملتها دي اهو. وبرده على نار هاديه جدا. هسيب بقى الطماطم مع التتبيله والحاجات الحلوه دي. هسيبها بقى تتسبك كده من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص. هي الطماطم هتنزل الميه بتاعتها. وهنشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي. بصوا انا قلبتهم كويس قوي في بعض كده علشان ياخدوا من التتبيله كلهم. وهسيبهم كده بقى على النار هاديه لحد ما الطماطم تتسبك وارجع لكم تاني. بصوا بقى الطماطم اهي اتسبكت. شايفين؟ نزلت الميه. بصوا يعني هي دلوقتي الفراخ فاضل لها حوالي 5 دقايق وانزلها من على النار. تمام. نزلت كل الميه اللي فيها اهو الطماطم.
الفراخ اوريدي احتفظت بالعصاره بتاعتها، لاننا اديناها صدمه، فما نزلتش الميه بتاعتها ولا اي حاجه خالص. هي الطماطم بس اللي نزلت الميه بتاعتها، وانا بشوفها استوت ولا لسه. فاضل لها حوالي 5 دقايق بس كده وتبقى تمام. بصوا بقى كده، بعد ما استوت، بعد ما سبتها حوالي 5 دقايق كمان، شايفين الصوص اللي نازل من الطماطم؟ انا ما زودتهاش ميه خالص، يعني هي تعتبر الفراخ استوت بميه الطماطم. تمام. شايفين الصوص اللي نازل منها؟ عايزه اقول لكم ريحه وطعم مش حلو جدا ما شاء الله. وقدمتها بالشكل ده مع عيش بلدي وترشي او زيتون اخضر اللي عندك، وبألف هنا وشفا. انا شغلت الفلاش علشان تشوفوا الالوان الجميله دي. بجد طريقه حلوه جدا للفراخ، ويعني بتغير طعم الفراخ كده، بتخليه طعم حلو جدا ومختلف عن كل مره احنا بنعملها. والفراخ ليها طرق كتير قوي، وكل واحده بقى وعلى حسب طريقتها. انا عن نفسي كل مره بحب اعملها بطريقه مختلفه علشان تبقى ليها طعم حلو كده مميز، وكمان بيبقى مختلف. شايفين الالوان، لون الالوان بقى الطماطم مع الفلفل والبصل حلوه جدا. بالف هنا وشفا، وجربوا طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.